في ناس كتيرة قوي طالعة اليومين دول عمالين يقولوا ايه، هنا اللمسة الحلوة وهنا اللمسة الوحشة، وهنا اللمسة الوحشة وهنا اللمسة الحلوة. مفيش حاجة يا جماعة اسمها لمسة حلوة اصلا. علموا اولادكم ان مفيش حاجة اسمها لمسة حلوة. فين اللمسة الحلوة؟ كل اللي بيحصل حوالين مننا والاغتصابات سواء بنات ولا صبيان، دي بقى لا فيها لمسه حلوه؟ ما فيهاش لمسه حلوه خالص. علمي بنتك او ابنك يوم ما يجي يسلموا على حد ايديهم ورا ظهرهم. ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله كويسين. مش من حق صاحب باباها او صاحب باباه يجي ازيك يا حبيبي عامل ايه ويبوس من هنا ومن هنا يعني الخد محلل والبق محرم، كله محرم يا حبيبه قلبي. مفيش حاجه اسمها بوسه حلوه وبوسه وحشه. مفيش حاجه اسمها لمسه حلوه ومفيش حاجه اسمها لمسه وحشه. احنا نعلم اولادنا مش من حق اي حد ان هو لا يسلم عليكي بايديه ولا يبوسك ولا اي حاجه. طب افرض جه بسني في الحته دي اللي هو ما بين الشفايف والخد دي كدهوت، العيل هيفتكرها ايه؟ طب هيفكر دي لمسه حلوه ولا لمسه وحشه؟ مفيش حاجه خالص اسمها لمسه حلوه ودي لمسه وحشه. السلام بالبق، ربنا مدينا البق عشان نسلم بيه، مش مدينا ايدينا. ايدينا دي طب ما انا ممكن اسلم على العيل اعمل له كده اهو. ايه العمل؟ ما هو سلم بايده اهو. ممكن اسلم على عيل، هنا اللمسه الوحشه وهنا اللمسه الحلوه. ما انا ممكن اسلم على العيل اعمل له كده اهو، او على البنت اعمل لها كده اهو، لابسه قط لابسه حاجه ممكن اعمل لها كده اهو. هتبقى ايه العمل؟ دي يا ترى بقى هي هتفتكرها هل دي لمسه حلوه ولا لمسه وحشه؟ بنتك ما تلبسش قط قدام حد. بنتك لما اي حد يجي لها تلبس اسدان كده اهو عادي. طب دي سنها صغير 3 سنين، ما هم ال3 سنين هم اللي بيغتصبوهم، وسنتين ونص بقى يغتصبوهم دلوقتي. سنتين ونص ولا 3 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين، خلاص ما بقاش في فرق. ما بقاش في فرق. اي حد يجي، ابن اخوكي، ابن اختك، ابن عمها، ابن خالها، ابن عمتها، يجي ما تقعدش على رجليه. تقعد على رجليه ليه؟ ما هو ابن عمتها عادي يعني، ده ابن عمتها. الاب دلوقتي بنته بقت تحمل منه، والاخ دلوقتي بقت الاخت بتحمل من اخوها. خلاص ما بقاش في امان في الدنيا. تربيتهم كلنا عارفينها. انت مربيه ابن اخوكي، انت مربيه ابن اختك، ابن سلفك، ابن سلفتك، انا اللي مربيهم، دول عايشين معايا في البيت وانا مربيهم. اللي حملت من ابوها وولدت من اخوها كانت هما برضو متربيين مع بعض في نفس البيت، فما بقاش فيه امان. بنتك تقعد بإسدال، هتخسري حاجة لما تعلمي بنتك انها من صغرها تقعد بإسدال؟ مش هتخسري اي حاجة خالص، بل بالعكس هتعلميها ان هي خلاص متعودة ان اي حد يجي تلبس إسدال. طيب انا دلوقتي بنتي راح تجيب لي حاجة من الفرن العيش، إسدالها معاها، عايزة تلبس قط، عايزة تلبس شورت، عايزة تلبس حاجة في اوضتها هي واخواتها. لو هي واخواتها البنات بدل في اخوات صبيان معانا نايمين معاهم في قلب الاوضه، لا ما تناميش كده اهو. بنطلون خفيف او نص كم كده اهو خفيف. انا بقولكيش لبسيها كم، ما بقولكيش حجبيها اكتميها، لا انا ما بقولكيش كل الكلام ده. هي في دلوقتي اللي طالع البيجامات اللي هي بنص كم كده بس خفيفه يعني طريه كده على الجسم حلو، هاتلها منها وقعديها. هنعلم بناتنا العفه، هنعلم ولادنا خصوصا الصبيان، لان دلوقتي بقت الصبيان بيغتصبوهم يعني اكتر من البنات بكتير. هنعلم الصبيان لا حد يسلم عليك بايده، ولا حد يبوسك، ولا حد يعمل لك كده، ولا حد يعمل، ما هو هنا بقى ما فيش بقى لمسه وحشه بالنسبه بقى للصبيان. ولا حد يعمل لك كده، ولا حد يعمل لك كده، ولا حد يلعب لك كده اهو. ما انا ممكن اسلم عليه بايده، ايه هعمل كده اهو، ما هو بايدي كده، ما هو كده بايده، بس الحسحسه، الحسحسه كده ما حد بيحسس عليكي. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش ان احنا نقول البنت لا هي بتسلم هنا لمسه حلوه وهنا لمسه وحشه. لا مش فيش لمسه حلوه خالص للبنات، ما في ولا للصبيان ولا في لمسات حلوه خالص. احنا نعلم بناتنا وهنعلم ولادنا ان انتم ما تقعدوش على رجل حد. ما فيش اي حد يسلم عليكي بايده، سلمي ببقك. حد هيقول لك ازيك يا حبيبتي عامله الحمد لله يا عم وانا كويس، سلمي معلش يا عم اصل انا ما بسلمش على حد، وتتكسفي كده اصل بنتي بتتكسف. بس انت هتكوني معياها لما حد يسلم عليكي بايده، لا معلش يا عم اصل انا ما بسلمش على حد. انت بتحافظي على بنتك، انت بتحافظ على ابنك. مش معنى كده ان خالتها تزعل او عمتها تزعل، انت بتبصي لابني ليه، انت بتعملي لابني ليه، هو انا ابني هيبص لها؟ كله دلوقتي بقى يبص لكله، كله دلوقتي بقى يبص لبعضه. انا ما شكتش في ابنك وما قلتلكيش ان ابنك وحش، انا ما قلتلكيش ان اي حاجه مش كويسه، بس انا بقول لكم انا عايزه احافظ على
عيلي، عايزه اعلم عيلي. لما انا اقول لعيلي القريب منك او ما يسلمش عليك، اكيد البعيد عنك برضه ما يسلمش عليك. فلما حد يقول لك انت شاكه في بنتي او شاكه في مش عارفه ايه، هو انا ابني وحش، هو انا ابني هيبص لبنتك؟ لا يا حبيبه قلبي، ما قلتلكيش ان ابنك هيبص لبنتي، بس انا عايزه اعلم بنتي او ابني لما اقول لك لا على القريب منك قوي، اكيد الغريب عنك برضو لا، والف لا. يعني الف اكس. مالكوش دعوه بالفيديوهات اللي بتقولك اللمسه الحلوه واللمسه الوحشه، اللمسه الوحشه واللمسه الحلوه. مفيش لمسه حلوه اصلا. يا ريت يا جماعه الفيديو دوت تشيروه، يا ريت يا جماعه الفيديو دوت تمشوا عليه، عشان بس خاطر ربنا نحافظ على اولادنا شويه. مش بقول لكم كدهوت انك انتوا لا تقطعوا بقى الناس ومحدش يجي لا، انا ما بتكلمش في الكلام ده كله. انا بقول لما حد يجي عندي يزورني، او حد يجي عندي يقعد معايا شويه، سواء قريب او غريب، بنتي ما تقعدش على رجله، بنتي ما تسلمش عليه بايده. انت مش من حقك انك انت تيجي تسلم على بنتي وتبوسها من هنا ومن هنا، ممنوع. مش من حق اي حد يقعد بنتي على رجله بحيث ان هو بيلعبها. ما ممكن يلعبها يقول لها ايه يا جميله، ايه يا بتبوته، كبرتي، مش عارفه ايه. الحركات دي نبطلها يا جماعه بجد. ربنا يعافينا عشان ما نوصلش لمرحله المحاكم، ونوصل بقى ان احنا نعمل قواضي، ونوصل بقى اللي احنا قصتنا تتعمل مسلسلات وافلام، ونبطل بقى الحاجات دي كلها او العادات السيئه اللي احنا كنا متربيين عليها. احنا كنا متربيين عليها عشان احنا زمان كان في عادات وتقاليد وعيب وحرام، وعارفين الصح من الغلط ايه. دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده خالص، ما بقاش فيه صح، ما بقاش في غلط. العيل الصغير بقى يبجح في الكبير، العيل الصغير بقى يمشي كده على الله حكايته. احنا زمان كنا بنقول لاي حد كبير يابا ويا حاج ويا ماما، وحقك عليا يا طنط انا اسفه. مش دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده. الجيل دلوقتي اتغير 180 درجه. الراجل الكبير العاقل الناضج اللي عنده 80 سنه، شوفوا عمل ايه في عيل عنده 6 سنين. الزمن دلوقتي ما بقاش فيه امان خالص، ما بقيناش زي زمان يا جماعه. وربنا يا رب يعافينا ويعافيكم ويحفظ اولادنا من كل سوء وكل شر يا قادر يا كريم. وهقول لكم على حاجه حلوه من الفيديو ده، الفيديو الجاي هسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.